فيلمنا النهاردة بيبدأ بالماعز الصغير ده واللي بنعرف إن اسمه ويل، وهو بيطلب من مامته لويس إنها تصوره جنب لاعبة كرة السلة اللي اسمها جات. وبنعرف وقتها إن ويل مهووس باللعبة دي جدا، وبينبهر أكتر لما مامته بتقوله إنها جابت له تذكرتين لأول مباراة للفريق اللي بيمثل المدينة. وبيحضن مامته جدا وبيشكرها على اللي بتعمله معاه. وبعدها بنشوفهم وهم في المباراة وويل بيكون متحمس جدا. وساعتها بتظهر اللاعبة جيت وهي داخلة المباراة، وبنعرف إن عندها قوة بدنية عالية جدا. وأول ما بيشوفها ويل وهي بتجيب أجوان في الفريق المنافس بيقف وهو مصدوم. وبيقول لمامته إنه في يوم من الأيام هيبقى زي اللاعبة جيت. وبعدها بتعدي سنين كتير حوالي 10 سنين، وبنشوف ويل بعد ما كبر وبيكون لسه متمسك بحلمه، وبيتدرب كل يوم علشان يبقى لاعب كرة سلة محترف. وبعدها بنروح لحياته الشخصية وبنعرف إنه فقير جدا، وكمان بنعرف للأسف إن مامته توفت من فترة كبيرة. وبعدها بيروح للشغل وبنعرف إنه شغال ديليفري في المطعم اللي مامته كانت شغالة فيه، وده علشان يسدد الإيجار اللي متأخر عليه. وبعد ما بيخلص يوم طويل من الشغل بيروح يتدرب في مكان مشهور اسمه القفص، وبيندمج جدا في التدريب، وبنعرف انه موهوب جدا في اللعبة دي. ولكن ساعتها بيقتحم عليه المكان دب ضخم اسمه جريس، وبيمسك الكورة وبيرميها لبعيد. وبيطلب من ويل إنه يمشي من المكان، وبيقول له إنه جسمه صغير جدا على لعبة زي دي. فساعتها ويل بيطلب منه إنه يشوف مهاراته، ولكن جريس وعصابته ما بيوافقوش وبيجبروه كمان إنه يمشي من المكان. وبعدها بنروح للاعيبة جيت وبنعرف إن الفريق بقى مستواه في النازل، والجمهور كمان بيبدأ يطالب جيت بالرحيل. وبعدها بتروح تقابل خنزيرة برية وبنعرف إنها صاحبة النادي واسمها فلو، وبتطلب منها إنها تضم لعيبة جدد علشان يستعيدوا مستوى الفرقة مرة تانية. ولكن فلو ما بتكونش مهتمة خالص بالنادي، وعلشان تخلص من زن جيت بتوعدها إن الفترة الجاية تحاول تضم لعيبة جداد. وبعدها بنشوف ويل وهو راجع أوضته وبيكون حزين جدا، وبيقابل السنجاف فرانك صاحب العمارة اللي بيطلب منه يدفع الإيجار المتأخر. وساعتها فرانك بيقول لويل إنه بيحبه جدا، ولكن لازم ياخد منه الإيجار علشان أولاده ما يموتوش من الجوع. فبيوعده ويل إنه هيجيب له الإيجار بكرة بالكتير. وبنشوف ويل وهو بيقرر يبيع أغلى حاجة عنده، وهو الكوتشي اللي مامته اديتهوله هدية. ولكن التاجر بيستغل ظروف ويل وبيقول له إنه هيشتريه منه بنص التمن، وبيضطر يبيعه علشان يسدد الإيجار المتأخر. وساعتها صاحبه دارن بيوريله لاعب مشهور في كرة السلة وهو بيعمل تحدي في نص المدينة. فساعتها ويل بيحس إن دي الإشارة اللي كان مستنيها، وبيروح الملعب وبيشوف اللاعب اللي هيراهن معاه، وبيعرف إنه قوي جدا. وبنشوف الدب جريس واللاعب ده بيقضي عليه بكل سهولة. وبعد ما بيخلص الجولة بيطلب من أي حد من الجمهور إنه يدخل معاه في الرهان. فساعتها ويل بيخش بكل شجاعة وبيقول له أنا اللي هتراهن معاك. فوقتها اللاعب ده بيرفض يتراهن مع ويل وبيكون مستهزأ بيه جدا، ولكن ويل بيصر إنه يلعب معاه المباراة دي وبيراهن بكل الفلوس اللي معاه. وساعتها اللاعب ده بيستغرب منه جدا وبيديله الكورة علشان يبدأ أول هجمة ليه، وبيفاجئ ويل الجمهور وبيسجل أول هدف. وساعتها الجمهور بيتجنن وبيبدأوا يشجعوه، وبيروح له اللاعب ده وبيحاول يقطع منه الكورة، ولكن ويل بيرقصه بكل سهولة وبيقدر يسجل الهدف التاني. وبكده يبقى فاضل له كورة واحدة ويبقى هو الكسبان في المباراة. وساعتها اللاعب ده بيتجنن على الآخر وبياخد الكورة من ويل بالعافية، وبيسجل نقطتين ورا بعض، وبكده يكونوا هما الاتنين متساويين في النقط. وفي الآخر اللاعب ده بيطير في الجو علشان يسجل آخر نقطة ليه، وبيحاول ويل إنه يمنعه ولكن ما بيقدرش، وللأسف بيفوز على ويل في المباراة وبيديله كل الفلوس اللي باع بيها الكوتشي. وبعدها بيرجع البيت وبيكون حزين جدا، وبيتفاجئ لما بيلاقي ساكن جديد قاعد مكانه في الأوضة، وبيعرف إن السيد فرانك أجر الأوضة لساكن تاني. وساعتها ويل بيشوف ابن السيد فرانك وهو بيشجعه وبيقول له إنه مصدق موهبته جدا. وبعدها ويل بيسيبه وبيمشي وبيروح يسكن مع دارن كام يوم علشان يشوف هيعمل إيه. وتاني يوم ويل بيروح الشغل وهو في الطريق بيشوف كل الناس بتبصله باستغراب. وبعد ما بيوصل المطعم بيشوف صاحبة النادي اللي اسمها فلو، وبتقول له إنها معجبة جدا بطريقة لعبه، وبتطلع عقد من جيبها وبتطلب منه إنه ينضم للفريق. وساعتها بنشوف ويل وهو مبسوط جدا وبيمضي العقد بدون ما يفكر. وبعدها بنشوف جات وهي بتتفرج على نشرة الأخبار،
وبتعرف إن فلو اتعاقدت مع جدي طوله 170 سنتي علشان يدعم الفريق الأول. وقتها جات بتتعصب جدا وبتركب عربيتها وبتروح لفلو علشان تفهم إيه اللي سمعته في نشرة الأخبار. وقتها فلو بتقول لها إنها نفذت طلبها وضمت لها لاعب جديد للفريق. وبنشوف ويل وهو بيقول لجات إن هو واحد من أكبر معجبينها، وساعتها ما بتردش عليه وبتحلف إنها هتاخد البطولة دي لوحدها. وبعد فترة قصيرة بنشوف أول ماتش للفريق، وبنعرف إنه نفس اليوم اللي هيتم فيه تقديم ويل للجمهور. وقبل ما الماتش يبدأ ويل بيتعرف على باقي اللعيبة، وأول ما الماتش بيبدأ بنشوف الجمهور وهم بيهاجموا ويل بسبب إنه قصير جدا. وساعتها المدرب بيقعده على الدكة علشان يمتص غضب الجمهور، وبيقول له إنه مش هيلعب الماتش ده خالص. وبيبدأ بعدها الماتش وويل ساعتها بيكون مركز جدا في الماتش وبيفضل يشجع اللعيبة بكل حماس. وبرغم كل ده بيخسروا الماتش، وبنعرف إن الفريق مش متناغم مع بعضه خالص، وبيعدي ماتش ورا التاني والفريق عمال يخسر مباراة ورا التانية. وكل ده وهم مقعدين ويل على الدكة. وبنعرف إنه لو خسروا الماتش الجاي هيودعوا البطولة كلها. وبعدها بنشوفهم وهم رايحين يلعبوا آخر مباراة، وهم في الطريق زميلة ويل بتوريله اللاعب المنافس وهو بيتريق عليه وبيقول إنه مستحيل يبقى لاعب محترف. وبسبب الفيديو ده سكان المدينة كلهم بيتكلموا عن ويل. وساعتها بنشوفه وهو مكتئب وبيبدأ يصدق فعلا إنه ملوش في اللعبة. وبعدها بيجي ماتش النهائي قصاد فريق اسمه فريق الظلال، وكالعادة ويل بيكون قاعد على الدكة وما بيبدأش المباراة. وفي آخر كام دقيقة من المباراة الغوريلا بتاعت فريق الظلال بتاخد هجمة خطيرة جدا، وجت وقتها بتتدخل في آخر لحظة علشان تاخد الكرة وتبدأ هجمة مرتدة. وساعتها الحكم بيصفر بمخالفة على جت وبيطردها من المباراة، والمدرب بينادي على ويل علشان ينزل مكانها. والجمهور كله بيبدأ يضحك ويتريق عليه، ولكن ويل ما بيسمعش كلامهم وبيبقى مركز في المباراة جدا. وساعتها الزرافة اللي في فريق ويل بيكون معاها الكورة، وقتها بيطلب منها ويل إنها تبصيله الكرة علشان يروح يسجل هدف. وبياخد الكرة فعلا وبينجح إنه يسجل هدف، والجمهور في الوقت ده بيهتفوا باسمه. وويل نفسه بيكون مصدوم إنه قدر يلعب الكرة بالشكل ده. ولكن ساعتها فريق الظلال ما بيستسلمش وبيرد بهجمات عنيفة جدا، والطور العملاق بتاعهم بيحط الكرة في السلة بكل قوة. وبكده يكون الفريقين متعادلين في النقط. وساعتها ويل بيجمع الفريق وبيحط لهم خطة ذكية علشان يخطفوا الفوز. وبعدها بيرجعوا للمباراة وويل بيكون معاه الكورة، وفي الوقت ده بتكون عليه رقابة عالية جدا، فبيدي الكرة للزرافة بشكل حلو جدا اللي بتحطها في السلة وبيقدروا يخطفوا الفوز. وبعد سلسلة طويلة من الخسارة أخيرا الفريق بيستعيد مستواه من تاني، والجمهور بيقف علشان يحيوا اللاعب الجديد ويل. وبالرغم من الفرحة دي جيت ما بتكونش طايقة نفسها، وبتكون متضايقة جدا إنها ما قدرتش تكمل المباراة. وبعدها بنشوف الفريق وهو راجع للمدينة، وبنشوف لاعيبة الفريق وهم بيعزموا ويل إنه يلعب معاهم كوتشينة. فبيوافق ويل وبيروح يلعب معاهم وبيسألهم على جات، فبيقولوا له إنه يسيبها في حالها أحسن لأنها ما بتعرفش تنسجم مع حد خالص. وبنعرف إن الفريق كله مش بيحب طريقتها في اللعب. وبعدها فلو بتكلمهم فيديو كول وبتبارك لهم على الفوز، وبتقول لهم بسبب الفوز ده هيرجعوا مشاهير للمدينة مرة تانية، وبتجيلهم حملة إعلانية كبيرة. واللعيبة بيكونوا فرحانين جدا وبيروحوا الاستاد علشان يصوروا الإعلان. والبروفات بتكون ماشية زي الفل لغاية ما بيجي الدور على جات اللي بيطلب منها المخرج إنها تسلم الشعلة للاعب الجديد. وساعتها جات بترفض الكلام ده وبتقول لهم بكل غرور أنا أفضل لعيبة في الفريق، ومستحيل لاعب ناشئ يستلم مكاني وأنا لسه موجودة. وقتها ويل بيزعل جدا وبيقول لها إن الفريق ما دقش طعم المكسب غير لما هي خرجت من الملعب. والكلام ده بيخلي جات تتعصب أكتر وبتسيب الاستوديو وبتمشي. وساعتها ويل بيحس إنه زودها وبيجري وراها علشان يصالحها، وفي الطريق بتقول له إنها تعبت من كلام الناس إنها كبرت وما بقتش قادرة تلعب. ولكن ساعتها الجمهور بيتعرف على جات وبيبدأوا يتصوروا معاها، وكمان بيطلبوا منها تمضي أوتوغرافات. ولكن ساعتها جات بتحاول تهرب منهم، وويل بيحاول يساعدها وبيوريها طريق مختصر علشان يهربوا منه. وبيجروا هما الاتنين في شوارع المدينة وبيركبوا المترو قبل ما المصورين يوصلوا لهم. وساعتها المترو بيتحرك وبنشوف جات وبتكون مبسوطة جدا، وبتقول لويل إنها عايشة تحت ضغط رهيب وأول مرة تضحك من قلبها. وبعدها بتقول له إنه كل حلمها إنها تكسب البطولة دي.
ولكن للأسف الجمهور ما بقاش واثق فيها زي زمان. ولكن ويل بيقرر يثبت لها العكس وبياخدها المطعم مشهور، وأول ما بتدخل الناس اللي في المكان بيقوموا بيسقفوا لها، وبتشوف كل ذكرياتها مع الفريق متعلقة في المطعم، وبتفرح جدا إن مجهود السنين ده كله ما راحش على الأرض. وبتشكر ويل جدا وبتسأله هو إزاي أصلا بقى لاعب كرة سلة، وبدأ الموضوع إزاي في الأول. فبيوريها صورة لأمه اللي كانت أكبر داعم ليه، وكمان هي اللي اشترت له الكوتشي وكتبت له عليه احلم احلام كبيرة. وبيقول لها ان مامته تعبت جدا قبل ما تموت، واهل القرية هم اللي ربوه، وكمان هم اللي وثقوا في موهبته وشجعوه انه يكمل. وبيعترف لها انه باع الكوتشي اللي كان هدية من مامته علشان يقدر يسدد الايجار، ولكن لسه مصمم يبقى لاعب محترف ويوفي بوعده لمامته وللناس اللي وثقوا فيه. وساعتها جاد بتتأثر بكلامه جدا، وعربية النادي بتوصل علشان تاخدها وترجعها للبيت. وبنشوف جات وهي بتفتح التليفون وبتلاقي لاعب الفريق المنافس بيفتح لايف وعمال يلقح بالكلام على فريق المدينة. فبتدخل له اللايف وبتقول له ما يجيبش سيرة الفريق مرة تانية على لسانه. وبفضل ويل جيت أخيرا بتعترف بموهبة زمايلها في الفريق، وبتقول للفريق المنافس إنهم هيدوقوا طعم الخسارة قريب على إيديهم. وساعتها الكلمتين اللي قالتهم جات في اللايف بيقلبوا الدنيا، وبيدوا حماس وطاقة رهيبة للفريق، وبالذات لويل اللي بقى طاير من الفرحة. وتاني يوم جت بتروح أوضة الملابس واللعيبة كلهم بيكونوا مستغربين من الكلام اللي قالته امبارح في اللايف. فساعتها بتعتذر من الفريق كله وبتقول لهم إنها فعلا ما كانتش مقدرة موهبتهم، وبتطلب منهم يحطوا إيديهم في إيديها علشان يقدروا يجيبوا البطولة للمدينة. وساعتها الفريق كله بيكون مبسوط من كلامها، وبتطلب من المدرب إنه يحط لهم خطة صعبة جدا علشان يقدروا يفوزوا بالبطولة. وبعدها بنشوف المدرب وهو بيحاول يطور من كل لاعب في الفريق، وبنشوفهم بعدها وهم بيتدربوا بكل حماس. وبعد كل التدريب والتعب ده بنشوفهم وهم بيكسبوا مباراة ورا التانية، والفريق بيقدر يوصل لنص النهائي. وساعتها بيعملوا حفلة وبيحتفلوا كلهم، ووقتها فلو صاحبة النادي بتنادي على جات وبتقول لها إنها باعت النادي بسبب الخسارة المتتالية للفريق، وإنها قررت تتخلص منهم وتاخد الفلوس. وبتقول لجيت إن الملاك الجداد ناويين يغيروا الفريق بالكامل، وحتى جت ناويين يستغنوا عنها. وساعتها بتكون مصدومة من اللي بتسمعه. ووقتها ويل بيسمع كل الكلام اللي قالته فلو، وبيطلب من جت إنهم لازم يبلغوا الفريق، ولكن جت بترفض وبتقول له لو الفريق عرف هيفقدوا تركيزهم وهنخسر البطولة. وبعدها بتعدي الأيام وبيجي الماتش اللي قبل النهائي، وساعتها جات وويل بيكونوا مش في مستواهم بسبب السر اللي مخبيينه عن الفريق، والفريق التاني بيكون داخل بروح معنوية عالية جدا، وبيقدروا فعلا يتقدموا في النتيجة. وبعدها ويل بيجمع الفريق كله وبيقرر يقول لهم إن الفريق اتباع، وإن دي هتكون آخر مباريات هيلعبوها مع بعض، والفريق كله بيبدأ يتناقش في اللي هيحصل ومستقبلهم اللي ضاع. ولكن جد بتتعصب جدا وبتقول لهم أنا لازم أكسب المباراة دي. وأول ما الحكم بيصفر علشان المباراة تبدأ جد بتاخد الكرة وبتسجل هدف، وبالرغم من كده الفريق بيكون متأخر في النتيجة بعشر نقط. ولكن ويل بيمسك الكرة وبيبدأ يهرب من دفاع الخصم، وبينجح فعلا إنه يوصل للسلة وبيكون خلاص هيسجل هدف الفوز. ولكن ساعتها بتظهر جت وبتاخد منه الكرة وبتسجل هي الهدف، وفعلا الفريق بيفوز بالمباراة وبيوصلوا للنهائي. ولكن ويل وباقي الفريق ما بيعجبهمش تصرف جت الأناني، وبياخدوا قرار إنهم هيسيبوا الفريق. وبتعدي الأيام وكل واحد من الفريق بيشوف طريقه، وبعدها بنشوف ويل وهو راجع لقريته، وبيفضل يتدرب في القفص وهو فاقد الأمل. وبعدها بتظهر جيت في الملعب وبتجيب له الكوتشي اللي باعه علشان يدفع الإيجار، وبتعتذر له عن اللي حصل منها في المباراة الأخيرة، وبتطلب منه يجمعوا الفريق مرة تانية علشان يكسبوا البطولة. وفعلا بيجمعوا الفريق واحد ورا التاني. وبعدها بيجي ماتش النهائي وبيقابلوا فريق اسمه فريق البراكين، وبيروحوا على ملعب كله حمم بركانية ونار بتغلي، واللاعب اللي كان بيتريق على ويل بيكون ناوي على الشر. وساعتها الفريقين بيتجمعوا وكل مدرب بيراجع الخطة مع اللعيبة بتاعته لحد ما الحكم بيدي إشارة البداية. وبنشوف بعدها مباراة مليانة التحامات جسدية ومهارات فردية. وبعد كل ده أخيرا ويل وجيت بينجحوا إنهم يجيبوا البطولة للمدينة. وجيت في الوقت ده بتشكر ويل على كل اللي عمله في المباراة، وبيروحوا كلهم يحتفلوا مع الجماهير في مدينة ويل اللي اتربى فيها. وساعتها ويل بيشكر كل الناس اللي ساعدوه وبيكون حزين جدا لأن دي آخر مرة هيلعب فيها مع الفريق.
ولكن ساعتها صديقه السحلية بيفجر مفاجأة وبيقول له إنه كسب النادي، ودلوقتي الفريق كله هيتعين من جديد ومفيش حد هيمشي. وقتها بنشوف الفريق كله وهم بيرقصوا وبيكونوا مبسوطين جدا. وبكده يكون فيلم النهاردة خلص. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة. سلام.